السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواجهتكم بواحد الوصفه تاع الرز بواحد الطريقه سهله خفيفه، يجي بزاف بنين ويجي طايب تحفه. يعني يا هو تبيه طايب زبده يا هو ماشي معجن. يلا تبعي معايا الطريقه لانه ساهل وبالخف توجديه. اذا بالنسبه للوصفه واش راح نحتاجو الرز لانه هو الاساسي في الوصفه تاعنا. انا اليوم حنستعمل هذا تاع لابيل الحبه القصيره. الارز مفور يجي في هاد الوصفات يجي بزاف شباب. واش راح نحتاجو بما انه رانا في موسم اللحم ومازال عندي اللحم شويه في الدار استعملته. تقدري ديري اللحم كما تقدري ديري الدجاج، قطعي هكذا قطع صغيره. عندي هنايا بصله مقطعه رقيقه مع زوج فصوص تاع الثوم اللي رايحه نسكرفجهم، وعندي هنا زروديه، عندي زوج حبات زروديه. يعني هاد الوصفه يميزها هاد الجزر اللي راح نديروه. شوفوا كيفاش قطعته. هذه الفكره جبتها من عند السوريات، يعني السوريين يديروا هكذا الرز تاعهم يجيهم بزاف شباب. مام المنظر تاع هاد الزروديه كي طيب تولي هايله. شوفوا كيفاش تقطعوها يعني رقيقه. درت زوج حبيبات. اول حاجه نبدا بها هو اني نحكم هذا الرز وندير الكميه اللي راني حبتها. دائما الرز نقيسوه. دوك انا ندير في الغرفيه شحال راني حابه، ندير هكذا تقريبا واحد 500 غرام نتاع الرز. يعني رطل راح يكفيني انا ووليداتي في الدار، يعني نص شكاره. نزيد شويه بهذه الطريقه. هنايا درت رطل نتاع الرز اللي رايحه نغسلو مليح من بعد باش نخدم به. شوفوا وين جاني لهنا هذا العبر اللي نقيس به الماء. اذا نحكي انا كوكوط لا طنجره ولا ماشي شرط لا كوكوط، ندير فيها شويه زيت وندير فيها شويه تاع الزبده. نحب ندير الزبده ماشي لا مارغرين. ما عندكش ما ديريش، ديري غير الزيت. نخليهم يذوبوا وندير معاهم هذاك اللحم يتقلى. قطعوه هكذا قطع صغيره رايح يطيب ويطلق لنا البنه. كما سبق وذكرت تقدري ديري الدجاج. نخليه هكذا يتحمر شويه مع هذيك الزبده والزيت. بعد ما تحمر لي مليح هذاك اللحم دوك هنا طايب لي 80%، راح نزيد عليه هذيك الزروديه. دوك انا الزروديه يعني حبيتها تحمر يعني طيب لي. نديرها هكذا مع اللحم ونخليهم مع بعض يتقلاو حتى هي تتحمر وطيب لي. اذا نخليهم مع بعض. شوفوا لي هذيك الزروديه كيفاش تحمرت مع اللحم ودخلها طياب حتى هي راهي طيبه 80%. لهنا باش ندير هذيك الحبيبه تاع البصل اللي كنت قطعتها رقيق. هاد المراحل لازم في هذا الرز هكذا باش يطيب لك الشباب. ندير هذيك البصله نزيد نخليها تتقلى معاهم، واللحم راه يزيد يطيب، الزروديه راه تزيد تطيب هكذا باش نضمن انه اللحم تاعنا يطيب. نخليهم يتقلاو. اذا شوفوا كيفاش تقلات لي كامل الخضره. داك اللحم طاب، الزروديه طابت، هذاك البصل. مع ندير هنايا زوج فصوص تاع الثوم اللي رايحه نسكرفجهم. اذا نسكرفج زوج فصوص تاع الثوم ونزيد عليهم حبيبه تاع طوماطيش مسكرفجه. دوك هنا درت كميه اكبر. بطبيعه الحال ديري زوج حبات، انا حندير غير حبه واحده. نزيد نخليها تتقلى معاهم مليح. اذا نزيد عليهم هذاك العبر تاع الرز بعد ما غسلته. نديرو الطنجره تاعنا نديرو يتقلى. دوك باش رايحه ندير التوابل. لا لاحظتوا معنا شوفوا هذيك الزروديه تعطينا واحد المنظر رائع. كان يديروا الزبيب هذا يعيطوا له الرز البخاري. الرز البخاري راح ندير له فلفل الكحل، لكن انا درتو يعني طريقتي فقط. عندهم درت كيما هما الزروديه. راح ندير معاهم القزبر يابس ومطحون. وش يحب هذا الرز؟ يحب الكمون. ندير شويه نتاع كمون هكذاك مغرفه صغيره ماشي معمره بزاف. والملح بطبيعه الحال نملحوا الطنجره تاعنا. بسم الله. ندير حسابي تاع الرز. انا الملح نعرف ندير بيدي، ما نعرفش ندير بالمغرفه. اذا نخلي كل شيء يتقلى لنا. بعد ما خليته يتقلى مليح مع هذوك التوابل ندير الكيله الاولى تاع الرز. يعني كيله رز بزوج كيلات نتاع الماء. هذه الكيله الاولى نتاع الماء. نخلط شويه الرز تاعنا ولازم نديرو الماء يكون سخون. وهذه الكيله الثانيه. اذا زوج كيلات ماء في كيله رز. نخلط مليح هذاك الرز تاعنا بهذه الطريقه. ومن بعد واش ندير؟ نغلق لا كوكوط
اذا نغلقها. بعد ما غلقتها غير تبدا تصفر، نقص النار شويه ونخليها لمده نتاع 15 دقيقه. 15 دقيقه ونفتح عليها ونشوفوا الروز تاعنا كيفاش نصيبوه. اذا غير تبدا تصفر لا كوكوط نقص النار تماما. اذا نقص النار تماما ونخليه لمده نتاع 15 دقيقه باش نفتح عليه. اذا بعد ما جازت 10 دقائق نطفي النار، نفتح تخرج النفس كامل، نفتحوا امامكم. خرجت كامل هذاك النفس، شوفوا لي هذاك الروز شرب كامل هذاك الماء، شفتوا ولا قطره ماء. دونك واش ندير؟ نعاود نغلق عليه. دوك انا ما نتوشيش الروز كيطيب بهذه الطريقه، ممكن نديرو في الطنجره عادي. نعاود نغلق عليه ونخليه هكذاك واحد 20 دقيقه ولا باش نعاود نفتحو ونخلطو. يعني النار راهي طافيه، نخليه غير بالبخار تاعو 20 دقيقه باش نرجع ليه. اذا بعد ما جازت هكذاك واحد نص ساعه خليته، شوفوا مازال سخون لانه يعني لا كوكوط نعرفوا انه تشد سخانه. باش نخلط الروز تاعنا. اذا ها هو الروز تاعنا كيفاش جا، شوفوا كيفاش جا طايب وجا تحفه. اذا ها هو معنا الرز يجي طري، يعني يجي طايب بزاف هذه النوعيه تاع الرز. يلا نسربيه ونقدمه. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. الرز درتو بالزروديه وقطع تاع اللحم. هنا اللحم وطاب اللحمه، طاب لنا زبده. اللي تحب ديرو بالدجاج دير بالدجاج، جربي الطريقه اكيد راح تنال اعجابك. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.